اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ان شاء الله. كيف ما عودتكم دائما نجيب لكم الوصفات الرائعه والممتازه اللي كتكون باقل تكلفه، وكتكون النتائج ديالها رائعه جدا وكتبان لكم في واحد المده وجيزه جدا. فاليوم ان شاء الله غادي نقدموا مع بعضياتنا اولا غادي نصنعوا مع بعضياتنا واحد الزيت رائع جدا للشعر ديالنا. يعني غادي يعالجنا بزاف المشاكل، منها طفيليات اولا القشره اولا الالتهابات اللي كيكون عندنا في الفروه ديال الشعر اولا الجفاف، الناس اللي كيكون عندهم جفاف ديال الفروه ديال الشعر، مع الناس اللي عندهم الفراغات او التساقط ديال الشعر، الناس اللي كتمشي للبحر وكتمشي للبيسين وكتكون دائما كتعاني من التقصف والجفاف ديال الزغبه ديال الشعر، ما كيبغيش يطول وكيتقصف وكيتضرر ليها بزاف. فبالنسبه لهذا الزيت ديال اليوم غادي يعالج لك جميع هاد الانواع ديال المشاكل. خليك معايا ندوزو نشوفوا المكونات. بالنسبه للمكونات جبت لك ارخص ما كاين في السوق، غير ب5 دراهم ممكن تصنعي زيت خطير جدا لحل بزاف المشاكل اللي كتكوني كتعاني منها. اول مكون غادي نحتاجوه هنا في هذه الوصفه هذه هو زريع الكتان. كنعرفوا الفوائد ديالو في اعطاء واحد اللمعه وترطيب ديال الخصله ديال الشعر مع التصحيح ديالها، يعني ما كتبقاش طيح كتشد في راسها، وكينفعنا بزاف. كتحسي بشعرك دائما بحال اللي فيه الديميلور، يعني الترطيب خطير جدا مع هذا زريع الكتان. بالنسبه لثاني مكون عندي هنا الحرمل. كنعرفوا الفوائد ديالو في الانبات ديال الشعر مع التطويل ديالو. اخوات اللي ما كيطولش لهم الشعر، الحرمل البنات حاولوا تدخلوه دائما في الوصفات ديالكم، كيساعدكم بزاف في التطويل ديال الشعر في واحد المده وجيزه جدا. بالنسبه لثالث مكون عندي هو الاكليل الجبل اولا الازير المعروف في انبات ديال الشعر. بالنسبه لاكليل الجبل حنا كنحاولوا نديروه في الزيوت حيت كينشف لنا الشعر ديالنا. الفوائد ديالو انه كيغطي الشيب زائد كيملا الفراغات وكيعقم لينا الفروه ديال الشعر، يعني مكونات رائعه جدا. زائد البنات هنا عندي النعناع حتى هو كينقي لنا الفروه ديال الشعر، كيعطينا واحد الرائحه جميله في الزيت من كنكونوا كنستعملوه. زائد الفوائد ديالو العديده والمتعدده في انبات ديال الشعر مع التعقيم ديال الفروه ان شاء الله. بالنسبه لهاد المكونات غادي نحاول نجمعهم كاملين في واحد القنينه لا تكون زجاجيه معقمه مزيان. غادي نوضع ملعقه صغيره من كل مكون، زائد غادي نحتاج هنا للزيت. بالنسبه للزيت ممكن تستعملوا حتى زيت المائده، انا هنا غادي نستعمل غير زيت المائده. بالنسبه لكم اللي عندها زيت الكوكو، زيت اللوز الحلو، اللي عندها زيت ارغان، اللي عندها زيت العود، بالنسبه لزيت العود حاولوا انه يكون خالي من الملحه باش هكا ما يهرسش لكم الزغبه ديال الشعر. صافي البنات ندوزو نجمعوا المكونات. وصافي جبت لي اختي هنا القرعه، غادي نبدا نوضع فيها المكونات. كيف ما قلت لك القرعه تكون زجاجيه بهذا الشكل هذا. غادي نوضع فيها معلقه ديال زريعه الكتان، معلقه ديال الحرمل، هنا غادي نجيب شويه ديال الازير على هذا الشكل هذا. غير ودعوا البنات كاع ما تخافوا. وغادي نجيب هنا النعناع اللي غادي يعطيني واحد الريحه زوينه بزاف في هذا الزيت هذا. غادي نحاول هكا نجمعو وغادي نوضعو بحال هكا. صافي البنات هادو هما المكونات بسيطه، نتوما كتشوفوا غير باقل تكلفه ممكن تصنعوا واحد الزيت رائع جدا. غادي نجيب هنا الزيت البنات، المهم انا غادي ندير لكم غير القياس، مازال غادي نزيد نعمرها. وغادي نضيفو على هاد المكونات بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نمشي نزيد الزيت حتى يتغطاو ليا هاد المكونات. غادي ندير غير قياس الزيت اللي غادي نستعملو انا في الشعر. كيف ما كتعرفوا الزيت راه غير شويه كيدوم لكم واحد المده طويله بزاف. وصافي البنات ندوزو نشوفوا التتمه ديال الفيديو ان شاء الله. هنا البنات جبت واحد الاناء اللي وضعت فيه القريعه ديال الزيت ديالي على نار اللي تكون مهيله بزاف. من بعد ما كيغلي الماء غادي نخليه فقط مده ديال 10 دقائق من بعد ما يغلي الماء وصافي. وغادي نطفيه والزيت ديالي غادي يكون جاهز للاستعمال. من بعد ما كيوجد ليا الزيت ديالي، اول حاجه غادي نخليه يبرد، ومن بعد غادي نحاول نغطيه بواحد المنديل اللي يكون اللون ديالو مغلوق، يعني اللون ديالو يكون هكا ماغون ولا يكون كري، المهم شي لون يكون مغلوق. وصافي وغادي تحتفظوا به فواحد المكان اللي يكون بعيد على الاضاءه، وتخليوه على الاقل واحد المده ديال اسبوع حتى تبداو تستعملوه على الشعر ديالكم. فبالنسبه للطريقه ديال الاستعمال هي دائما وقت اللي بغيت نغسل الشعر ديالي غادي نحاول نصفي واحد القياس، ضروري التصفيه ديال الزيت. نصفي شي شويه هكا القياس ونشقق به الشعر ديالي، ونحاول ندير حركات دائريه للفروه ديال الشعر ديالي باش هكا يتم العلاج ديالو كما يجب. ونخليه على الاقل ساعه في الشعر ديالي، ومن بعد نغسل بطريقه عاديه جدا. حاولوا تداوموا عليه غادي تلاحظوا الفرق
يعني الشعر ديالكم غادي يتبدل تماما تماما. وبالنسبه لبنات النعناع فهو رائع جدا، غادي يحيد لكم حتى بالنسبه للاخوات كاين بزاف ديال الناس اللي كيكونوا كيعرقوا من القشره ديال راسهم، فتا هو هذا علاج لهذا المشكل هذا. بالنسبه للبنات لهذا الزيت رائع جدا، غادي يحارب لكم التساقط، يملأ لكم الفراغات، يعالج لكم مشكل ديال الالتهابات ولا القشره والفطريات اللي كتكون عندي في الفروه ديال الشعر، زائد الترطيب واعطاء اللمعه وعاد التطويل ديال الشعر. يلا اش بغيتوا البنات، يكفي فقط تحيدوا العكس وتنوضوا تجربوه، فاكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لاي اخت جربت شي وصفه يكفي فقط تخلي لي التعليق باش كيستافدوا الاخوات الاخرين. اي وحده كتكون جديده فاكيد ما كتكونش عارفه القناه وما مجربه حتى شي حاجه، كتبقى تسول الناس في التعاليق. فالله يخليكم اي وحده جربت شي وصفه خليو النتيجه اللي لقيتو على ديك الوصفه. وصافي البنات يكفي انكم تداوموا عليه باش تلقاو النتيجه اللي بغيتو في الشعر ديالكم. ما تنساونيش بالدعوات ديالكم مع لايكات واشتراكات مع الاهل والاصدقاء والاحباب باش كيدوم التواصل وتشجعوني انا دائما نجيب لكم وصفات زوينه وبسيطه جدا. ملتقى غادي جديد في فيديو جاي ان شاء الله مع وصفه جديده، وهانتم معايا.